امال كنا نعمل ايه؟ طيب استاذ عاطف، هل ترى ان الدكتور الجنزوري له يعني كان ممكن يؤدي اداء افضل من ذلك؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اولا بالنسبه للحكومه، حكومه الجنزوري وكل الطوائف السياسيه بدات تلتف حول الحلول وتستخدم مخدرات الشعب في الضغط بطريقه او اخرى لايجاد مخارج سياسيه او مكاسب سياسيه لكل منهما. اولا بدايه من الحكومه، حكومه الجنزوري لما جابت الحكومه البيان بتاعها لقينا الناس فاهمه بس مش عاوزه توصل للحل. لا فاهم مش شايف الحلول بعد اذنك، يعني حط خط بس كده. الناس فاهمه مش عاوزه توصل للحل. خط تحتيه. ايوه يعني انا بقول لحضرتك حكومه الجنزوري حكومه ذات كفاءه عاليه جدا. لو خدناهم كده وزير هتلاقي عندهم كفاءه عاليه جدا، ولكنهم التفوا حول الحلول. طب لماذا يعني الالتفاف حول الحلول؟ يعني في بيان الحكومه، البيان اتكلم على الزراعه وقال ان في شريط حدودي تقريبا 1200 كيلومتر بدايه من شرق العوينات نهايه بمرسى مطروح او السلوم، ولكن ما قالش انا هزرع ازاي او هخصص الاراضي الزراعيه دي ازاي او هعمل مثلا المزارع النموذجيه ازاي، هنتج ايه عشان اقدر اوفر القمح، اعمل مثلا مزرعه نموذجيه اوفر بيها القمح. تمام، بس برضه لا قال عندي ولكن ما قالش انا هعمل ايه. وفين الاعتمادات؟ دي رقم واحد. وفين الاعتمادات كمان؟ طب انا بس هقف عند الحته دي. اتفضل. احنا بنقول دي برضه هيجي يقول لك الدكتور الجنزوري انا حكومه انتقاليه، فانا هسلم 1/7، مش هقدر اعمل خطه طويله الاول. عصام شرف قبل مني. مفيش حاجه اسمها احنا هنتحدث يا على سيدي الفاضل. مفيش حاجه اسمها مش هقدر اعمل، انا احط اللبنه واللي ورايا يكمل. مفيش حاجه اسمها ان انا حكومه انتقاليه وهمشي بكره. لا انت مش شغال بصفه شخصيه. لا بس انت شغال مقدرات الشعب كلها في ايديك، ربنا اختصك بيها ويحاسبك عليها. المفترض كل لحظه انت فيها على راس الحكومه ربنا يحاسبك على اللحظه، على الثانيه يحاسبك عليها. المفترض ان انت تجد الحلول، واول ما تجد الحل تبدا على طول تشتغل. ما اقعدش التف حول الحلول ونستخدم مقدرات الشعب لاغراض سياسيه بأضغط بيها على سين او على صاد. على فكرة انا يعني احنا في منطقة، يعني انا شخصيا بعيدا عن حزبي، انا يعني في منطقة متساوية بين كل الاحزاب حتى وبين المجلس العسكري وبين الحكومة، ولكن انا اللي يهمني الاول والمقام الاول اللي هو يعني في اعتباري الشعب اللي ربنا ولاني عليه. المفترض ان انا هتحاسب على الكلام ده، المفترض ان انا اقول له تعالى روح. يعني مثلا احنا لما رديت على بيان الحكومه خلى من ان هو يجد حلول للعشوائيات، حتى ما جابش سيره العشوائيات مع انها حته مهمه، منطقه فاصله. المنطقه الفاصله اللي بتحتوي على 18 مليون فرد مصري يعيش في العشوائيات بعيدا عن خط الفقر. انا بكلمك على العشوائيات. لا قال البنيه التحتيه هعمل فيها ايه، لا قال الصرف المنتهك هعمل فيه ايه، لا قال هوصل الميه صالحه حتى للمواطنين بعيدا عن العشوائيات. الميه في مصر بتوصل لكل مواطن في مصر من 90 مليون تقريبا سامه. ليه؟ لأننا بنستخدم مواسير غير صالحة للاستخدام الآدمي، المواسير الاسبستوس. طبعا يعني ما اجتش حلول حتى للمواسير العمومية. أنا عندي المية، طب المؤاخذ أنا بقول لك طهر النيل، بقول لك اعمل لي صرف صحي عشان المصانع ما تصرفش في النيل. ده كله مفيش خطط للحلول متوازية، مفيش خالص. كما لو كان الناس مغيبة مع انهم عارفين الحلول وناس متمرسة وعندهم زي الفراغ الامني اللي بيحصل من حين الى اخر. فجأة تلاقي فيه ملاءة امنية، وفجأة تلاقي الفراغ الامني، فجأة تلاقي فيه بنزين ومفيش حد واقف على البنزين، وفجأة تلاقي طوابير واقفة. يا جماعة مخدرات، ربنا يحاسبنا، واي حد هيستخدم مخدرات المواطن المصري هيتحاسب. هيتحاسب. المواطن المصري قادر على الحساب، واحنا شفنا سابقه قريبه جدا بالظبط حسابات رادعه. طب احنا معانا بس مداخله هاتفيه من الاستاذ سعد ابراهيم، عضو الغرفه للمواد البتروليه. اهلا بسيادتك معانا في البرنامج. اهلا بيك. اهلا بيك استاذ سعد، احنا مش لاقيين بنزين. نعم مش لاقيين بنزين، انت رايح حضرتك ايه في جزئيه لا ان شاء الله البنزين موجود والسولار موجود وكل حاجه موجود. بس فين بقى؟ في اشاعات كده مغرضه مش عارفين سببها ايه ومصدرها ايه، هي اللي بتعمل الاختناقات اللي موجوده دي في البلد دلوقتي.
يعني حضرتك شايف انها لكن اشاعات؟ يعني انت حضرتك انت مسافر بره مصر ولا موجود في مصر؟ لا انا موجود في مصر. طب انا موجود في مصر. يعني حضرتك عدي على اي بنزينه كده هتلاقي لا يقل عن 100 عربيه في كل يعني تانك بيمول بنزين. ما انا اقول لحضرتك على حاجه، يعني احنا لازم نثق في بعضنا، والهيئه العامه للبترول بتضخ الكميات اللي هي بتضخها في المعتاد، ولكن بالاضافه ان هي زودت كمان من امبارح للنهارده على حد قولهم زودوا 15%، حتى لو فرض ان هي الكميه ناقصه شويه، حتى لو افترضنا عدم الثقه معايا حضرتك وقلنا الكميه ناقصه شويه 10% 15% 20% 25%، ما تأديش ابدا لان كل المحطات ما يكونش فيها، لكن بالنتيجه للاشاعات المغرضه اللي بتحصل ومش عارفين مصدرها ايه، بيحصل نوع من الطلب المتزايد، واللي عنده حضرتك في موضوع البنزين معلش اسمح لي بس حضرتك في موضوع البنزين بالذات مفيش حاجه اسمها الاشاعات تخليك تعمل الازمه دي لسبب. انت عندك تانك بنزين له حد اقصى، ده مش عيش هروح حاجه اخزن، دي مش مواد غذائيه هحوشها لمده 5 سنين. ومعنا النائب ايمن طه عضو لجنه الطاقه ممكن يضيف عليا. لا انا هقول لحضرتك على حاجه، اصل هي مش عمليه تانك بتعبي هفوله اكتر من كده ايه هفوله. طب حضرتك مش الموضوع موضوع تانك مليان ولا تانك فاضي، ما هو كمان التانك ده عشان خاطر توصل البنزينه محتاج اسطول من النقل، اسطول من النقل ده ليه برنامج معين، العربيه بتعمل كل يوم نقله، بتعمل 2 برنامج ثابت، واخد بال حضرتك ازاي؟ طب استاذنك بس لازم يكون عندك معايا الاستاذ ايمن طه عضو مجلس الشعب هيرد على حضرتك وهو عضو لجنه الطاقه. انا عايز اقول لحضرتك بس ان انا كنت من قيمه نص ساعه بفول مثلا من بنزينه المهندسين، فقلت له الحقني عاطف لان انا واقف كده هيروح معايا الميعاد، الحقني خدني بعربيتك. ده دليل صغير يعني، وعاطف النائب عاطف قاعد جنبي وشاف الكلام ده وركننا العربيه في الشارع. وبعدين نسال مصر كلها. انا مش مختلف مع حضرتك في ازمه موجوده دلوقتي، دي ازمه ما شفناهاش في حياتنا يعني. دول اشاعه ولسه سعادتك قايل ان دي اشاعه. بعد اذن ايمن بيه احنا عايزين نعرف اذا كانت هي ازمه ولا اشاعه، ده بدايه. ثانيا لما يكون في ازمه بتحصل ازمه في نوع من البنزين اللي هو بيتكلم عليه الناس الفقراء الغلابه اللي زي حالتنا كده، بنزين 80 تبص تلاقي زحمه على طول. لا ده بنزين، انما لما يكون بنزين 80 و90 و92 حتى 95 يعني في ازمه 80 ده تنساه، ده بيدل على ان في حاجه بتتعمل يعني مخطط ليها، العمليه مش جايه كده يعني فعلا ان في نقص يعني حضرتك وزاره البترول والهيئه العامه للبترول واصحاب مستوى البنزينات ومحطات التوزيع بتاعه المواد البتروليه، كل دول هيتفقوا مع بعض عشان خاطر يعملوا ازمه في البلد. انا بقول لحضرتك هي اساسها النهارده، وقبل كده حصل برضه نفس الموضوع، ولكن هو المشكله ايه ان حضرتك برضه لا حضرتك معلش بقى الازمه في الضخ، يعني الازمه ان انت المفروض تمول مثلا كذا لتر، انت بتمول محطه البنزين اقل 20 30%. الايام اللي فاتت كان في زحمه بس في بنزين، دلوقتي في زحمه مفيش بنزين. بالظبط كده. الازمه السابقه عايز اقول لحضرتك الازمه السابقه لما رحنا طبعا عشان نكون عمليين وعشان ما نظلمش حد، رحنا لاصحاب البنزيمات وكلمناهم، قالوا لنا فعلا ان العجز جاي من الشركات اللي هي بتضخ عندنا، على طبعا ان هو قلل لنا 15% من النسبه اللي احنا بناخدها. دلوقتي حصل نفس القصه تاني، بترجع تاني. ذهبنا الى احد البنزيمات في منطقه عين شمس والمطريه بالتحديد، قالوا لنا نقصت 25% مش 15%، النسبه اللي هم المفترض كانوا بياخدوها يوميا نقصت 25%. مع هذا العجز لازم تحصل الازمه، ولازم تلاقي العربيات متكدسه قدام البنزيمات، وتلاقي المواطن بيستنفر هذه الاحداث التي اكاد اشم رائحه افتعال فيها. ودي حقيقه. لا هو حضرتك يعني ما فيش داعي نشتم دلوقتي وفي الظروف احنا فيها دي، لكن خلينا نكون واقعيين ومنطقيين. لو فرض ان فعلا الكميه ناقصه 15% او 20%، هل تؤدي ان كل محطات البنزين يحصل عليها التكالب ده؟ بالظبط. 25% مش قليل. 25% طبعا تحصل تكالب. طبعا لازم يحصل. يعني انا لو في الوقت العادي بيقف في البنزيمه 5 6 عربيات، هتقل 25% يبقى تقريبا 15 عربيه، واقول لك متولي عدديه درسناها في الثانويه العامه، اقول لك ازاي القصه دي. 7 8 عربيات يبقى 10 عربيات، واخد بالك ازاي؟ لكن نتيجه لانه الكل يعني عنده نص التانك او عنده 3/4 التانك، مجرد ما يشم بس ريحه انه اشاعه بان في
نقص في البنزين فبيخش في ناس بتخش البنزينه وسعادتك عارف الموضوع ده كويس، لما نكون واقعيين بيخش عشان ياخد 7 لتر و8 لتر و3 لتر يكمل التانك وخلاص. واخد بالك حضرتك ازاي؟ من هنا وحضرتك يعني ممكن قوي حاجه بسيطه، وحضرتك في اي محطه بنزين في طابور عربيات انزل حضرتك بص على العداد امبير البنزين اللي موجود في العربيه، هتلاقي معظمهم فوق النص تانك. انت زي الكلام اللي انا بقوله انت بتقره. انا بقول أيوة. دلوقتي لما ينقص 25% يعني أيوة. بدل ما تبقى 5 عربيات هيبقوا 7 عربيات. لما الناس تحس ان في ازمه في البنزين فعلا زي ما حضرتك بتقول كده، اللي التانك بتاعه هينقص 5 لتر هيقف يشتغل، يبقى انا لازم أيوة. يعني ما يخليش فيه ازمات. عشان خاطر ايه؟ يعني دايما الناس اللي هم التجار الشطار يقول لك أيوة. عشان يعني تخلي فيه وفر أيوة. في السوق وتبقى السلعه موجوده بكثره، يوم المواطن أيوة. يطمن وياخد على قدر احتياجاته. انما طول ما المواطن مش مطمن هتلاقيه واقف بيملى لتر واحد من 7 لتر ولا 5 لتر. على حال احنا يعني حضرتك على هذه المداخله يعني كده متفقين. احنا عايزين وزراء شطار يقدروا يقضوا على الازمات قبل التعرف. عاوز اعلق فعلا على كلمه اشاعات دي. عندما نجد مصر كلها واقفه بسبب البنزين ويطلع هنا احد المسؤولين يقول لك اشاعات دي. عندكم ازمه في السويس؟ يعني الازمه اقل قليلا من عندكم البترول كله من المنبع ايوه بالظبط كده. انا بس لو ليا تعقيب اخير يعني في المساله دي، احنا لدينا جهاز تفحيم في شركه السويس وصناعه البترول يستطيع ان يحل ازمه مصر كلها لو تم تشغيله، لكن هو اتعمل له صيانه وتم رفع كفاءته، وجت كذا لجنه استشاريه تعطي تقارير يعني ان هو الان يعمل بكفاءه عاليه، وحتى الان لم يتم تشغيله منذ عده شهور. لماذا؟ لا احد يعلم. كلم الساده المسؤولين طبعا عشان يدوروا. طب لماذا بقى؟ ما هي الاستاذ عاطف قال وكله قال يعني في ازمات بتفتعل، في ازمات بتفتعل والحلول موجوده. طيب حضرتك ونحن بنقول ان الحريه والعداله في انتخابات رئاسه الجمهوريه فقدت نصف اصواتها نتيجه ظلم الاعلام ليها، وان هي ما انجزتش في البرلمان، في حين ان انت يعني مهما اقريت بدون حكومه متفاعله معاكم مفيش انجاز حقيقي على الارض. هل ترى ان الحريه والعداله ظلمت فعلا وان ال 100 يوم دول او البرلمان كله عامه؟ لا شك ان البرلمان ظلم كثيرا. يعني البرلمان اكثر برلمان اشتغل في تاريخ مصر. يعني لجان يعني ماكينات تعمل ليل ونهار وعملت شغل كبير جدا جدا، والبرلمان انجز في هذه ال 100 يوم اللي فاتوا دول ما لم ينجزه اي برلمان في تاريخ مصر كلها. انما القصف المتواصل وعدم تعاون الحكومه ويعني استهداف الاعلام باستمرار لدرجه اختلاق والافتراء، ومش عايز اقول وصل الامر الى درجه الفجور في الخصومه. لما حد يالف قصه ليس لها اي اساس على الاطلاق ويقول مش عارف الوداع الاخير وايه الاخير والكلام الفارغ اللي اتقال ده، كذبه حد يطلقها للاسف تصدر من جريده الاهرام في البدايه، ثم يتلقفها الباقي ويتولوا كبرها، وبعدين يتكلم عنها الكل على انها حقيقه. جلسات البرلمان تذاع بكل تفاصيلها على مدى اليوم على الهواء. متى تم مناقشه هذا القانون؟ يعني هو قانون سري اتعمل في تحت الارض. لو كان هذا القانون طرح مش كانت الناس كلها هتشوفه على الهواء زي بقيه القوانين في جلسه ما اتذاعتش على الهواء. يعني واضح ان هناك استهداف للبرلمان ومحاوله تقليل من شانه. لغايه قريب من 3-4 ايام كان مقال الاستاذ جلال السيد في الاخبار اليوم في اخر صفحه مقال كامل عمال يتساءل ازاي البرلمان سايب قضايا الجماهير وبيتكلم في الوداع الاخير ومش عارف ايه، لسه برضه بيقنع نفسه. ايوه ده برضه تشويش اعلامي. طب برضه استاذ ايمن، انت لك استجوابات كثيره لوزير البترول، لقيت استجابه؟ انا قبل بس ما اتكلم في استجواب رئيس البترول اعلق على حته قالها سياده النائب احمد. قال ان انا رحت للسيد الدكتور سعد الكتاتني وطلبت منه ان يبقى فيه بس اعلامي من داخل اللجان، لان الناس كلها معتقده في الشارع ان احنا بس ملناش الا الجلستين اللي احنا بنتناقش فيها امام امام المواطنين. انما احنا عندنا بنبدا استاذ احمد عارف من الساعه 10 صباحا لحد الساعه 12 نبدا لجان، ومن 12 نبدا جلسات، وبعدين نبدا جلسات اللجان المسائيه. بنبدا من 8 ل 10 او ممكن نخرج 11 و12. معانا ايه؟ معانا جميع المسؤولين في اللجان، والشغل ده يعني انا اللجان دي بتبذل جهد رهيب. على فكره في اكثر من حلقه في هذا المنبر
انا برضو قلت هذا الموضوع، وكان معايا برضو احد يعني مجموعه من الزملاء الافاضل في مجلس الشعب، يبقى في بس قلت احنا مشكله عندنا ان لما جينا بنذيع مجلس الشعب دي اسمها لجان استماع. ايوه، جلسات استماع. الشغل الحقيقي داخل 19 لجنه. فبالتالي هو طبعا بقى برضو ايه، برضو احنا عندنا كمصريين في مشكله. جلسات استماع، ولسه بقى لاول مره بعد زمن طويل كانت تمنتج الجلسات وهي ساعه بالليل بعد النشره. بقى طول اليوم فكله عاوز يتكلم. فتجد الناس شافت ايه؟ شافت مسرحيه، كله بيتكلم مفيش حاجه، علما بان الشغل مش جلسات استماع خالص، الشغل جوه اللجان. صح كده. فاحنا بنطلب ان يبقى ايه، يبقى في بس اعلامي من داخل اللجان عشان يظهر مجهود الاعضاء اللي بيقولوا ما بيشتغلوش لان كل الدوائر بتتكلم في الكلام ده، يقول لك احنا ما بنشوفكوش تتكلموا. طب ما انت على ما يجي الدور مثلا الاغلبيه للحريه وعداله، والدكتور سعد الله يبارك له ماشي بنظام بيقول لك مثلا انا باخد مثلا من الليبراليين قد كده، من الحريه وعداله قد كده، من السلفيين قد كده، ده كله عارف الكلام ده. ما حضرتك ما هو مساله الدور دي، ما هو لو عمل هو عرض جلسات اللجان مش هتقدر تتكلم بقى، مش هتقدر تجري على السباق. اصل جلسه استماع انت عاوز تقول كلمتين، ما هو الناس ايه بقى؟ قعدت تقعد تتفرج قدام التلفزيون على البرلمان، انت بتطلع تتكلم في جلسات استماع هتقول ايه؟ كلمه او كلمتين عامه، يقول لك ايه ده واحنا قاعدين كل واحد يقول كلمتين هو ده بقى اللي احنا بيقولوا بيديك. ده البرلمان بيعمل ايه ده؟ بيديك دقيقتين يعني ما بتلحقش حتى بنقول له بناء عليه يا ريس عشان يديك مثلا مساحه للكلام، ما بتقدرش تكمل ولا تديله الموضوع اللي انت عايزه. فاحنا عايزين يبقى في بس اعلام من داخل اللجان يظهر شغلنا. احنا يعني احنا مثلا طلعنا على طول لجان، مثلا طلعنا لجنه تقصي الحقائق من تبع المنجم السكري عشان كانوا بيقولوا في سرقات وفي مشاكل هناك، وبالفعل توجهنا للمنجم السكري. ما الشغل ده لازم يظهر. طب بدل انك طرحت موضوع المنجم السكري، احنا بنقول مثلا عندنا عجز في السيوله وتخفيض مركز مصر الائتماني. هو منجم السكري ده يجيب لنا فلوس قد ايه او ايه ظروفه يعني؟ والله انا عندي فكره كويسه، المنجم السكري دخل فلوس كويسه قوي. لما حصل احنا رحنا المنجم السكري. حضرتك اولا رحتوا؟ انا رحت من ضمن اللجنه اللي هي راحت منجم السكري، وكانت حاجه جميله. وانا بقول ان دايما يقولوا ان مصر هبه النيل، وانا بقول مصر هبه المناجم، لان احنا شفنا الثروه المعدنيه دي حاجه جميله قوي. وانا طلبت قبل كده ان يبقى في رحلات للجامعات تروح تشوف الصرح الجميل ده والحاجات الكويسه اللي حصلت، لان احنا لما وصلنا هناك كنا رايحين بهدف ان قالوا ان في طلب الاحاطه ان في سرقه في منجم السكري. فبالفعل توجهنا المنجم السكري ورحنا لقينا العمال هي اللي عامله اضراب، فخدنا العمال على جنب. ودي اول حاجه ايه بدانا بيها، انتوا مشاكلكم ايه؟ قالوا احنا والله في عايزين مثلا اجازات قد كده، وعايزين رواتب تعلى قد كده، ويبقى في تامين علينا وي حلينا لهم بما يعادل 70%. فلما حلينا في 70% خدناهم على جنب بقى، بعيد عن المستثمر الاجنبي والمستثمر المصري وبعيد عن الثروه المعدنيه. عايزين نعرف مدى كلمه السرقات اللي بتحصل من المنجم السكري. الناس فاهمه غلط، الناس فاهمه ان المنجم السكري ده قطعه ذهب بيقطعوا منها وبيطلعوا منها سبائك. هي الموضوع غلط خالص. طب ايه هو بقى الموضوع؟ ان احنا لما رحنا هناك لقينا ان المنجم ده حفر 300 متر تحت الارض فيما يعادل 4000 متر. 300 متر تحت الارض، 300 متر، لان كل ما بينزل اكتر يجيب في عمق 4000 في عمق 4000 يجيب نسبه جلد اعلى. يعني نسبه الجلد بتبقى هناك من 3% الى 4%. فبيطلعوا عمليه الصخر ده من تحت، بيطلع صخر كده قطع، وبعدين بيترمي في كسرات. يعني الطريقه ماشيه ازاي؟ بيترمي في كسرات تكسره، وبعدين يمشي على عمليه طحن، يطحن زي البودره. عشان نخش في المساله لا ده انا هكملها لك عشان يعني عشان الشعب يبقى عارف الطريقه ماشيه ازاي، لانهم مفكرين ان بيروحوا يقطعوا ويجيبوا. فبعد كده بيخش على خزانات فيها مواد كيميائيه بترصب الذهب في الارض وتبتدي تسحب الشوائب، وبعد كده تخش على عمليه الصهر بقى اللي هي فيها الافران اللي بتطلع السبايك الذهب، وبتبتدي في كاميرات بتصور الموازين اللي هي بتوزن السبيكه، وعمليه الصهر كله مراقب بالكاميرات صراحه. وانا يعني حته اللي بعد تشك حته السرقات دي والحاجات دي، لان الخزنه اللي بيتم الصب فيها كان معانا باشمهندس سيد نجيده، يعني كله احنا فتشنا في كل حاجه عشان نوصل لاي حاجه. لقينا ان الخزنه دي بتتفتح من 3 اشخاص بارقام سريه. طب انا بس حضرتك برضو انا عاوز اوصل منجم السكري ده ممكن يدخل قد ايه؟ ايه يدخل قد ايه؟ هو المنجم السكري بيقولوا بيعمل في الشهر ما يعادل من 700 الى 800 كيلو او طن ذهب شهريا. ترجمه فلوس كده، اكمل بس بعد اذنك، المواطن البسيط يسمع بس يفهم. ما انا هوصلها له. لما يطلع طن بما يعادل 300 مليون شهريا، يعني هو يجيب 300 مليون شهريا. دي في حاجه انا بقى بحط فكره جديده بحيث ان احنا ال 300 مليون دول يبقوا 3 مليار. تقول تقول لي ازاي بقى؟ ازاي؟
لما جينا طلعنا على التقرير بتاع اللجنه لقينا ان التعاقد الاولاني مع سامح فهمي وزير البترول السابق كان متفق مع الشريك الاجنبي على ان هو هياخد 3 كيلو في 3 كيلو، عمق 3 كيلو في وجهه 3 كيلو. فلما قعدنا مع الثروه المعدنيه واتكلمنا مع المهندس فكري والكلام من ده، مدونا بمعلومات واوراق ان هو صح واخد 3 كيلو في 3 كيلو. لما لقينا الورق على الواقع لقيناه واخد 160 كيلو، يعني من هنا لاسكندريه تقريبا، من هنا لاسكندريه. ادي الفساد اللي كان حاصل واللي احنا حطينا ايدينا عليه. فقلنا ازاي 160 كيلو من 3 كيلو؟ طب لو حتى نقول مثلا قسمنا ال 160 كيلو الى 10 مستثمرين، تمام، الى 10 مستثمرين، تمام. يبقى هيطلع كل مستثمر هيطلع طن ذهب شهريا. تمام. يبقى احنا عندنا هنطلع 10 طن ذهب شهريا، بدل ما كان بيطلع طن هنقسم المنجم. وانا اتكلمت مع السيد محافظ القاهره محمود بيه صراحه، يعني مدينا بمعلومات وشغل كتير، هو مشكورا قابلنا في مرسى علم مقابله كويسه قوي، وقال احنا عندنا بس فين المستثمرين اللي تيجي؟ فبصينا لقينا العمليه سهله. في مستثمرين في مصر قالت احنا على اتم استعداد ان احنا نخش نستخرج الذهب ده ونبيعه، لان الذهب ده بيتباع بورصه. اللي انت ما تعرفوش سعادتك ان بيتباع بورصه، هو قاعد دخل 100 طن 200 طن بيبيعوهم على البورصه على الشاشه واحنا قاعدين. المشكله بقى الحقيقيه ان احنا لما نطلع بتاع ده 10 مستثمرين يطلعوا 10 طن ذهب شهريا، تخيل لما يخشوا 3 مليار كانوا بيتسرقوا. وبعدين المشكله الافضل ان المستثمرين في مصر بيقول لك احنا بنستورد ذهب، دي كارثه ثانيه. تستورد ازاي واحنا عندك هذا الكنز؟ عندنا ذهب. طب هل شايف ان العمله الصعبه دي بتطلعها ازاي؟ وصلت الذهب الصيني كمان، وصلت للذهب الصيني. لا الصيني ده مش ذهب، ده سرقه، ده واخد ده نسبه. طب استاذ مخيف، شايف ان احنا ما ظلمناش المستثمر الاجنبي؟ لان برضه احنا شفنا على الفضائيات جاي بيقولوا ده يعني الكلام، او بيقولوا ان كده انا بهرب المستثمرين، انا جيت من خلال عقود وهكذا. بالنسبه للمنجم السكري كان في اولى اولوياتي من اول يوم 23 يناير عملت طلب احاطه بوقف العمل في منجم السكري. هنتكلم على منجم السكري من اول اكتشاف ليه، اكتشاف الفرعوني كان اكتشاف قشري. لا احنا مش عاوزين لا انا في عجاله شديده، انا عايز اوصلك لحاجه، بس انا عايز اوصلك لحاجه. احنا عاوزين نوصل بعد كده الملك فاروق اعاد اكتشافه سنه 1945. اكتشف منجم السكري 45 تمام سنه 1945. استخرج منه لحد سنة 1949 4 سنوات يعني، وقال اتركوا للأجيال القادمة، وقفل العمل. كان راجل جنتل في منجم السكري. جينا احنا بقى هنا بعد ما تولى الرئيس المخلوع الحكم بحوالي 8 سنوات، أعاد العمل في منجم السكري مع شركة يكاد تكون وهمية اسمها شركة سانتا مين الاسترالية. وشركة مساهمة مصرية طبعا معروفة بتاعت مين. الشركتين دول طبعا شركات وهمية بس مش أكتر من كده. دخلوا بمعدات هزيلة جدا. مش جزيرة فيرجن ولا حاجة برضو؟ لقوا خيرات رهيبة في منجم السكري. في 8 أماكن في منجم السكري بيتم الاستخراج منهم. طبعا لما لقوا كنز كبير، يعتبر كنز كبير، عملوا ايه؟ قال لك خافوا، قال لك لازم نقننه. سنة 94 مرروا قانون 222 لسنة 94. المجلس المزور سنة 222 سنة 94 بقيادة الدكتور الفقيه المزور فتحي سرور مرر قانون 222. لما تقرا القانون بيقول ايه بقى؟ عشان برضه لما تقرا في مختصر بس، ما هقول لحضرتك القانون ده حوالي 60 مادة. لما تقرا 60 ماده في الاول بتاعه في اول مواد تحس ان ناس بتسرق عينك. واكبر دليل على السرقه هقول لك على حاجه بسيطه جدا. امسك كتاب الجغرافيا بتاع اي طفل كده في ثالثه اعدادي ولا في 6 ابتدائي، تلاقي الحديد بنستخرجه مش عارف منين، المنجنيز منين، الذهب مفيش. ادي اول حاجه تدل على الناس دي حراميه. لا ده كويس. احنا عايزين نتكلم بطريقه علميه عشان ما نظلمش حد. عشان ما نظلمش حد. اصلا هم مش اعدائنا، ده احنا لو يهودي مش هنظلمه. يعني الاسلام قال لنا كده. لازم نبقى عادلين. العدل اللي ربنا اقره ده العدل. ربنا سبحانه وتعالى قال يقرب الشرع كله في سوره ربنا خص بها ايه؟ الذين امنوا.
يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى اللي هي كل الشر. وعلى فكره برضو واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. انت انا برضو عايز اقول ايه بقى ونفكر ان انت انا عايز بس اوصلك حاجه معلش للاخر عشان الوقت دعني كده يعني انا عايز اوصل للمشاهد حاجه عشان الناس اللي بتتفرج عليها ما تقولش ان احنا بنفتري. تمام، احنا ما بنفتريش. ماشي، نوصل بقى للمشاهد وصلنا للقانون اللي بيقول لك الناس دي حراميه. اقروا القانون عشان هنقراه. عايز بقى يعني 2 برنامج زي بتاع حضرتك كده. خلصنا من القانون اللي بيدل على الناس دي سرقه. نخش بقى ايه على الانتاج. تم التعاقد مع هؤلاء الشركات سنه 1992. قالوا ما استخرجناش الا قبل الثوره بسنه. كام سنه ما استخرجتوش؟ امال انتوا شغالين بتعملوا ايه؟ بتكتشفوا؟ ده مكتشف من 1945. اول دليل على انه يعني هو قعد من 94. ثواني يا جماعه، لا اسمح لي بس، ثواني يا جماعه، من 94 ل 2011. ثواني يا جماعه، ما انا قلت اكتشاف فرعوني. لا هو لا انا استوضح. وبعد كده تم اعاده اكتشافه. يعني من الملك فاروق استخرج لحد 4 سنوات وقال ده اتركوا. احنا عايزين نوصل من 94 ل 2011 ما استخرجش حاجه من المنجم السكري. لا 2010 قال لك ما استخرجناش حاجه. لا 2010 ما استخرجناش حاجه. بدا في 2010 يقول لك ايه؟ احنا بنستخرج 38 كيلو في الشهر. ماشي، ولاحظ حته 38 دي على الاستخراج الفعلي 380 كيلو. بيشيلوا اصفار، حاجه بسيطه جدا يعني. ناس مهره، ناس مهره بيشيلوا اصفار. مهم جدا. صفر يعني، صفر يا راجل. تيجي بقى على الرقابه على منجم السكري. المفترض ثروه معدنيه زي دي هائله ممكن ترتقي. على فكره احنا ربنا وهبنا ثروات طبيعيه كثيره جدا. المفترض نحمد ربنا عليها ان احنا نكون عادلين. يعني حضرتك كان يستخرج ولم يدرج. كان يستخرج عشان نوصل لنقطه يعني. ولذلك احنا ولذلك انا في طلب العقد بتاعي طالب الوقف العمل. ليه وقف العمل؟ لان الشركات دي شركات وهميه. سنتين دي وهميه. اسالوا الاسرائيليين داخلين في الشركه دي بكام سنه. ارد عليه بس بعدين. طب نسمع برضو مش رد ايمن بيه. لو وقفوا انت بتعرضنا دلوقتي للتحكيم الدولي يا عاطف. انا في ثوره. هتوقعنا في مشكله. لا انا في ثوره. احنا بنلتزم بالقانون. شوف العقد بتاع ده. بقول لحضرتك يا جماعه اسمعوني لو سمحتوا. يعني لو سمحت يا ايمن دلوقتي لو سمحت يا ايمن انت عارف لجأ للتحكيم الدولي هتديله اكتر من حقه. هتديله يا جماعه. حصل مع سياج. اقرأوا العقد. هاتوا طالبوا هاتوا صوره من العقد وشوفوا نصيبنا ايه. الشركة الإسرائيلية بتاخد 47% والشركة المصرية 47% والحكومة المصرية 3%. طب الحل ايه يا استاذ؟ ده منطق في عقد. اي عقد من العقود اتعمل كده. 53 يا عاطف انا بصحح لك للحكومة. طب انت شايف وجهة نظرك ايه في الموضوع ده؟ حاجة موجودة ومستتفة بقى لها فترة من قبل ما يخش مجلس الشعب. هو بالنسبة الكلام ده ردا لكلام عاطف صح. كان الاول بيطلعوا نسبه 3% بس عمليه استخراج الذهب، لان كانوا لسه بيحضروا الاجهزه اللي هي بتطلع الذهب، لان الذهب ده بيجي من العمق اكتر. طب لا برضه عشان الوقت السجاري مننا يعني انت شايف حضرتك الحل او انت يعني نعالج المشكله دي. امامنا المشكله دي مثل مشاكل الفساد الكثيره. المشكله دي لها علاج دلوقتي. هو الشريك الاسترالي التزم في نسبه وبيطلع نسب ويديها لمصر وخلي ده بيطلع بره الخارج وبيتباع من خلال البنك المركزي. خدت بالك في اوروبا بره بيتم عمليه تنقيه وبيرجع فلوسه بالدولار. ماشي. احنا بنقول بقى بدل ما احنا مثلا نخليه مثلا 10 مناجم هو ده حله. تقسيمته عشان العمق اللي حضرتك بتتكلم فيه. ايوه عشان احنا طبعا الحلقه ده ما كانش عنوان حلقتنا النهارده ولكن الحديث تطرق ليه. ولكن برضه يؤدينا لحاجه ان مصر في الاول وفي الاخر لابد ليها من اعاده نظر في حاجات كتير قوي. يعني احنا لو احنا يعني ادينا شفنا اهو حاجه بتدخل مليارات مش ملايين. بالك بقى لو دورنا في كل حته نلاقي حاجات ثانيه. ملحوظه اخيره استاذ احمد بقى. لا هي حضرتك هتعلق بقى اوريك المطلق والحيل انك تعلق. احنا نستفيد من الحوار ده ايه واحنا داخلين على انتخابات رئاسه الجمهوريه. بس هقول تعقيب اخير على اللي وضيف. التعقيب الاخير انه احنا الحقيقه بنظلم نفسنا كثيرا بان احنا ما عندناش شركات متخصصه في الحفر او الاستكشاف. عندنا لا ما اقصد عندنا 10 شركات. ما اقصدش وعندنا شركه راسكم اعلى شركه حفر. عندنا شركه الحفر المصريه دلوقتي بتستخرج في اثيوبيا. انا اقصد ما اقصدش عندنا شركات مش موجوده اصلا. انا اقصد بس الحكومه الاولانيه ما كانتش بنعتمد على المستثمر الاجنبي بالدرجه الاولى في هذه المساله. يعني الامريكان والبريتش بتروليوم والحاجات دي محتكره تقريبا المجال ده في مصر تماما. لو احنا استخرجنا ده بيقاسمنا. ده احنا بناخد 51 او 49 او كده نسبه قريبه من ذلك. بياخد نص ثروتنا
طب ليه يعني عشان شركه يعني. على فكره انا عملت حلقه كامله عن الغاز الطبيعي في المياه العميقه في البحر المتوسط، برضو قصه تانية كانت حلقه كامله وهنكملها في تركيا ما بين في البحر المتوسط. فاحنا عندنا يعني لو اتكلمنا في موضوع الثروات كلام كتير جدا. احنا ما عندناش دلوقتي قدام حضرتك دقيقه بقى تقول عشان هو برضو الحلقه بتدور على الانتخابات الرئاسيه مش عايزين نخرج براها. انت تدي كلمه للمشاهد تقول له يتعامل ازاي مع المرحله القادمه. المشاهد يعني انا الحقيقه بقول ان احنا دلوقتي امام خيار صعب. خيار الصعب انه يا اما مرشح ثوره نستكمل معاه استكمال اهداف الثوره كلها ونحس ان احنا خرجنا بثمره من ثورتنا ودماء شهدائنا، تمام، او ان احنا نرجع تاني نعيد استنساخ النظام القديم. والله انا بقول يا ريت واحد من الاثنين في خلال اليومين دول يعرض هيعمل ايه للشباب. يا ريت واحد من الاثنين. استاذ عاطف. والله انا بقول للشعب المصري اللي ظلم، لان معظم البرامج ركزت بصوره او باخرى اما مع واما ضد، وما اثرتش اي موضوع لكيفيات الاختيار. الشعب المصري لم يتمرس طريقه الاختيار لانه ما اختارش قبل كده، كان الحكومه هي اللي بتختار له. فانا بقول للشعب المصري اقف وحط سين وصاد وشوف ده فيه 5 حاجات حلوه وفيه ده 4، اختار ال5. صح. بالظبط كده. يعني حضرتك عزيزي المشاهد احنا عرضنا طبعا يعني آراء الضيوف، ولا زال الحديث مستمر عن انتخابات رئاسة الجمهورية، والمشاهد بيسمع مني ومن غيري وفي الاخر يقرر طبقا لما يراه عقله، ما يراه عينيه وتسمع اذنه ويدركه عقله. ولو دايما بقول للمشاهد عقل يدرك واذن تسمع عين ترى واستفتي قلبك ونفتوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات أسرة البرنامج وتحياتي